بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. وصفتنا لنهار اليوم ملفوف الكروم محشي، كل واحدة واش تقوله. المهم نوضي اجبدي هذاك الراس اللي عندك في الفريجيدار وجربي بهذه الطريقة. طريقة بنينة وتجي المرق تاعها ولا أروع خاطر وراها طريقة سهلة للمبتدئات. هنا اول حاجه نقي الكروم تاعي كما راكم تشوفون، نحلو هذاك الراس باش يسهل عليا عمليه التوفار، باش نحهم ورقه ورقه كما راكم تشوفوا. ممكن تحطوه في الماء يغلي، لكن انا نفضل عمليه التوفار باش يحافظ كامل على القيمه الغذائيه اللي فيه. هنايا ناحيه القشره الاولى كما تعرفوا تجي ماش زينه، وهنايا نخليه يفور. كل ما يفور نبدا نحب الورقه. وهنايا الحشو كان عندي نصف صدر الدجاج، وحطيت عليه حوالي نصف كاس تاع روز طايب، وحطيت عليه الثوم والبصل، وحطيت عليه هنايا بيضة، وحطيت عليه الحشاوش. وهنايا نحط عليه التوابل، عندي فلفل اسود، وعندي كمون، وشويه راس الحانوت، وعندي شويه زنجبيل. وهنايا حطيت عليه فلفل احمر، وهنايا حطيت عليه ملعقه صغيره مارغرين والملح. نخلطوا كامل هذه المكونات مليح مع بعض. وهنايا ممكن تديري كميه قليله من صدر الدجاج او اللحم المفروم، ثاني يجي ولا اروع، وتزوديها بالارز اذا كانت العائله تاعك كبيره. هنايا في الطاجين تاعي حطيت ملعقه كبيره تاع مارغرين، وحطيت عليها حوالي 2 ملاعق كبار تاع الزيت. درت معاهم بصل وثوم هذاك اللي كان باقي لي، وحطيت عليه توابل فلفل اسود وشويه راس الحانوت وشويه كمون. وهنايا حطيت عليه مرق الدجاج، قطعه تاع مرق الدجاج اختياري، اذا متوفره عندك حطيها. وحطيت عليه هنا الملح. هنا نوجدوا هذا المرق كاصوص نرافق به هذا المحشي تاعنا. وهنايا حطيت معاه الحمص وشويه جزر، ونخليهم يتقلوا مليح. انا هذه الطريقه تاعي. وهنايا كل ما يفور هذاك الكرم نحب الورقه، وهنايا شلوهم هذوك الورقات وعاودوا خلوهم يفوروا حتى يطيبوا، وحتى يولوا لكم طريين باش يسهلوا لكم عمليه التشكيل. كما راكم تشوفوا هنا راني نوري للمبتدئات اللي حابين يتعلموا، يعني راه كاين ياسر نساء يعرفوا هذه الطريقه وراها معتمده عندهم، لكن هذه الطريقه انا نوري للمبتدئات لانه احنا في وقتهم ثاني كنا ما نعرفوش وكنا نشتو واحد يورينا. وهنايا هذه هي الطريقه تاعي. شوفوا تنحوا كامل هذيك الجزء اليابس كما راكم تشوفوا باش يسهل عليكم، وما تجيكمش وطول ما طيب. هذيك ثاني راها طول ما طيب لكم. هنا خذوا الاوراق الطريه فقط وعمروها بالحشو كما راكم تشوفوا، وابقاو شكلوا فيها. هنا المرق تاعي راه كان يطيب، نخليه يثقال، ومن جهه اخرى راني نشكل في هذا الحشو تاعي. هنا اذا لقيتوا الحبه تاعكم كبيره اقسموها على زوج، واذا كانت عاديه لفوها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنا راه مستحيل يخرج لكم الحشو لان درنا فيه هذيك البيضه، واذا كانت مش عندكم ما ديروش. وثاني التوابل راح حسب الرغبه تاعكم، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا في التوابل على حسب نتوما واش تحبوا. وكما راكم تشوفوا هنا راني نشكل فيه بهذه الطريقه. وهنايا كاضافه ممكن تحطي اعواد تاع الاسنان، تشدي بيهم اذا كنتي مكش متاكده انه راح يحبس لك في الطاجين تاعك. انا هنا للامانه ما تفتح ليش، لكن درتها للمبتدئات هكذا باش ياخذوا فكره. وانا بعد ما رصيتهم كامل فوق هذاك لاصوص شوفوا كيفاش جاو، نقطع عليهم ونخليه يطيب. هو بطبيعه الحال راه اصلا يطلق الماء تاعو، لذلك ما تكثرولوش الماء. وهنايا بعد ما طاب حطيت عليه الجبن المبشور من الفوق ودرته في الفرن، شعلت عليه من الفوق يتقراتينا فقط. وهنايا حاولت نشكل معكم هذيك الورده اللي كنت زينت بها. هنا تجيبوا الموس تاعكم يكون قاطع شويه وتشكلوا بهذه الطريقه، تقطعوهم هذا الشكل. راه الفيديو موضح نفسه. هنا حاولت ان ندير هذه الوردة للتزيين فقط، ممكن تعملوها في السلطة، ممكن تعملوها في اي تزيين نتوما تحبوه. وهذه هي الوردة تاعي جاهزة كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. وهذا هو الطبق تاعي بعد ما تقراتينا وحمار زين، زينته بهذه الطريقة. شوفوا كيفاش جا ولا اروع، البنه والريحه جات ما شاء الله. جربوها بهذه الطريقه وان شاء الله تنال اعجابكم. حطوا لي تطبيقاتكم في جروب فيسبوك مطبخ وتدابير لاله فاطمه، راح نحط لكم كامل الروابط تاع الحسابات الخاصه بيا. وجربوا هذه الطريقه تاع الكروم، اللي ما يحبوش راح يحبوا بهذه الطريقه.
كاين العديد من الوصفات تاع الكروم تقدري تديريهم للاطفال لانه مفيد ياسر، وهذا هو الوقت تاعو. هنا شوفوا كيفاش جات الحبات متماسكين. هذا هو الطبق تاعي، ان شاء الله ينال اعجابكم. شوفوا المرق هذاك بالعاني خليته باش يبقى لي لاصوص ما تجينيش كامل ناشف. ممكن انت ما ديريش في الطاجين، عادي ديري في الطنجره اللي عندك وعاودي رجعيه في الفرن في البلا تاع الكوشه كيما تحبي. ممكن ما ترجعيش حتى للكوشه، عادي ديري له فرماج وتسكري عليه راح يذوب لك عادي. هذا هو الكرم تاعي. شوفوا كيفاش جا طايب من الداخل متماسك، جا ما شاء الله بنين. جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوش برك الجيم للفيديو والاشتراك في القناه. ان شاء الله نبقى نقدم لكم العديد من الوصفات، وهذه القناه راها مرجع ليا وليكم. نتمنى ان شاء الله كامل نستفادوا منها. تهلاو في رواحكم والى اللقاء.